عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم أهم الأخبار لحزب التحالف الوطني المصري. قرار رئيس الحزب، قرار رقم 16 لعام 2023، قرار تنظيمي بشأن أعضاء هيئة المكاتب. يكون لكل البند الأول، يكون لكل أمانة مركزية هيئة مكتب ما بين أمناء مساعدين وأعضاء هيئة مكتب بعدد لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 20 عضوا، على أن يكون لكل أمانة مركزية أمين مساعد واحد على الأقل، فيما عدا أمانة التنظيم أن يكون لها عدد 2 أمناء مساعدين على الأقل. البند الثاني، يكون لكل أمانة قطاع هيئة مكتب تتكون من 5 أعضاء يحملون صفة عضو هيئة مكتب لمساعدة أمين القطاع ومساعديه في إدارة شؤون القطاع. البند الثالث، يكون لكل أمانة في هيئة مكتب مع المحافظة هيئة مكتب ما بين أمناء مساعدين وأعضاء هيئة مكتب بعدد لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 15 عضوا، على أن يكون لكل أمانة أمين مساعد واحد على الأقل، فيما عدا أمانة التنظيم أن يكون لها عدد 2 أمناء مساعدين على الأقل. البند الرابع، على كل الأمانات المركزية والقطاعات والمحافظات إعادة تشكيل هيئات مكاتبها بناء على هذا القرار، على أن يتم تسليم أعضاء هيئات المكاتب لأمانة التنظيم بحد أقصى الأول من أغسطس لعام. البند السادس، يعتبر القرار ساريا من تاريخ توقيعه ويلغى كل ما سبق من قرارات تنظيمية في هذا الشأن. ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.